تعالي نتعلم مع بعض نعمل من وركين فراخ أشهى الأكلات وأغفر الأكلات الاقتصادية. هعلمك إن لو عندك قطعتين من الفراخ بس، يعني دول يا بنات فخدين أو وركين من غير الدبابيس بتاعتهم. هعلمك ازاي تعملي منهم حمام الكداب، تعملي منهم شاورما، تعملي منهم بيتزا، تعملي منهم شيش طاووق، تعملي منهم كل حاجة. اهم حاجة يا بنات انك تعرفي ازاي تقطعيهم وما تهلكيش اللحم بتاعهم وتطلعي منهم العظم بدون ما يكون فيه اي لحم خالص. تعرفي تعملي كده ازاي؟ انا هعلمك ازاي تعملي، يعني ده يعني وركين من غير الدبوستين. قبل اي حاجه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لو لسه مشتركه جديده في القناه او لسه بتشوفي قناتي لاول مره، اعملي اشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. في فيديوهات كتير جدا يا بنات نالت اعجابكم و اتبسطتوا منها، وجالي عليها تعليقات كويسه جدا. ازاي ان انا وفرت في الفراخ وجبت فراخ بحاجات اقتصاديه جدا، بفلوس اقتصاديه جدا. ازاي مليت بيت خير وخلت عندي اكتر من وجبه. ازاي عملت وليمه من فرختين اتنين بس. فتعالي النهارده نقولك، لو انت عندك كده وركين فايضين مثلا، بتعملي مثلا جايبه فرختين وفضل وقسمت مثلا الفراخ وفضل عندك الوركين دول، هل ان احنا هنرميهم؟ لا. هل ان احنا نعملهم حاجه تقليديه؟ لا. تعالي نعمل من اي فراخ تفضل عندك حاجات مش تقليديه، حاجات الاولاد يحبوها. اعلمك ازاي تعملي منها شاورما، هعلمك ازاي تعملي منها بيتزا وميني بيتزا، هعلمك ازاي تعملي منها شيش طاووق، هعلمك ازاي تعملي منها حمام كداب. يعني بصي، اللي فرخه في ايدك او حته الفرخه في ايدك تقدري تعملي منها كل اللي انت عايزاه وتطلعي منها كل اللي انت محتاجاه. اهم حاجه انك تكوني شاطره وتبداي تتعلمي ازاي تخلي الفراخ. شايفين يا بنات انا خليت الفخد ازاي من غير ما فيه اي حاجه خالص، ما فيش فيه اي لحوم خالص. يعني حتى شوفي حته اللحمه اللي موجوده كده مش موجوده. معلش بقى الاضاءه ما كانتش كويسه، النور كان طافي عندي والكهرباء مقطوعه، ف مصوره لكم كده على كشاف الموبايل. فقلت ان انا فكنت انا بعمل اصلا الفراخ ديت، فقلت ان انا لازم اشارككم تجربتي معاها. طيب انا قطعت الحته اللي بيبقى فيها العظمه العريضه دي، تعالي بقى نقطع حته العظمه اللي بيبقى فيها اللي تبقى ماسكه الدبوس نفسه. القطعتين دول من غير الدبوس، يعني حوالي، يعني اقول لك ايه، حاجات لا تذكر، بس عملت منهم احلى صينيتين بيتزا. انا كنت عاملاهم على اساس ان انا اعملهم حمام كداب. ممكن تعمليهم وتعملوهم وتفتحوهم زي ما انا كنت فاتحاهم كده. وممكن يا بنات تعملوه اللي هو الفراخ الملفوفه اللي تبقى محشيه جبنه ولانشون وحاجات من دي، تنفع معاكي في كل حاجه. وبتقطعيها قطع كده، وبعد ما تستوى او بتلفيها بالخيط، وبعد ما تستوى بتقطعيها شرايح كده صغيره، وبعد كده بتحطيها في جبنه، في عيش فينو او في عيش شاورما او اي حاجه اللي انت عايزاه، وتحطي عليها شويه من البطاطس المحمره. فانا بقولك، شايفين يا بنات العضمايه اتشالت بكل سهوله. السكينه بقى اول ما قص، وابدأي في كل حاجه تعملي الحاجات ديت بمنتهى السهوله جدا، مش هتاخد منك اي وقت. شايفين يا بنات الفخد او الحته اللي من الفخد اتفردت معايا فرد جامد جدا. انا كمان كنت هفردها كمان بالسكينه فرده جامده جدا. لو انا عايزه افردها انا ممكن اقطعها واخليها تبقى شاورما. وممكن تبقي بايد الهون كده او بالمدقه، وانك تقدري ان انت تدقيها كده عشان تتفرد معاكي اكتر. يعني انا حتى لو بالسكينه كده وفردتها، هنقدر ان احنا نفردها اكتر بالمدقه كده وندقها دق جامد كده لحد ما تتفرد معانا وتبقى رقيقه جدا، عشان تقدري تعملها منها تعملي منها حمام كداب، او تعملي منها الفراخ اللي هي محشيه جبنه ولانشون وحاجات من دي. فانتي في ايدك تعملي كل حاجه. طبعا اهم حاجه في اللي انت بتعمليه، ما تهدريش يا بنات في الفراخ اللي انت بتجيبيها. يعني مثلا ما تقوليش انا مثلا بيقضيني انا وولادي 4 قطع، احنا مثلا 4 بيقضينا 4 قطع. طب احنا مثلا 3 بيقضينا 3 قطع. طب فضفض قطعه واحده، اقول لا لا مش مشكله. انا هحطها، يعني هعمل بها ايه؟ لا مش هعمل بها حاجه، لا انا هحطها بقى مع الاولاد وياكلوها. واصلا ما بياكلوهاش، هم بيبقوا متعودين على نايب معين او مناب معين،
فبياكلوش اللي هو على قدهم وخلاص، ما بياكلوش الحاجة التانية، وبتضطري ان انت يا اما تاكليها يا اما تترمى يا اما تتحط في التلاجة ويبقى طعمها متغير. فاحنا ليه يا بنات نقدر بقى في الحاجات دي وان احنا ما نحطش الحاجات بتاعتنا ونوفر فيها. يعني حتتين زي دول عملت بيهم، انا كنت هعمل بيهم زي ما قلت لك حمام كداب، بس عملت بيه. وبعدين برضو فكرت ان انا اعمل بيهم اللي هي الفراخ المحشية دي اللي بتتلف بخيط وتتعمل بالخيط ده وتحط فيها لانشون وجبنة وحاجات من دي. بس اتلقيت ان ايه، خلينا نعمل بيها بيتزا احسن. الاولاد طلبوا بيتزا، وانا بصراحه يا بنات انا واولادي من الناس اللي بتحب البيتزا بالفراخ اكتر من اللحمه. يعني ما بنحبش بها باللحمه المفرومه قوي، انا بحبها وبعشقها بصراحه يا بنات بالفراخ وبالجبن. يعني مثلا يا اما بالفراخ يا اما بالجبن والسجق برضو. بس الاحلى والاحلى ان هي بتكون بالفراخ، بتكون يعني اخف شويه كده وبتبقى على المعده خفيفه خالص. شايفين يا بنات البتاع طلعت من غير اي لحوم خالص، حتى لو حته فيها حته لحميه صغيره كده انا بشيلها لان دي هتنفعني. حتى لو انت بتعملي حمام كداب حطها اللفه بتاعتك. ممكن تعملي بقى يا بنات شاورما، تبقى احلى شاورما كمان من افخاد الفراخ. مش لازم يكون يا بنات من الصدور. يعني مثلا ما تقوليش لا انا مش هما الحتتين دول هيعملوا ايه. انا عايزه اقولك ان الحتتين دول بس عملوا معايا صينيتين بيتزا بالجبن والزيتون والفلفل الاخضر والطماطم. احلى صينيتين بيتزا واحلى بيتزا ان صورتها ولسه برضه ما منتجتهاش. اما منتجها واظبطها وهنزلها لك هتشوفي قد ايه ان ان القطعتين الفراخ دول عملوا معايا صينيتين كبار جدا من البيتزا. وكمان يا بنات عملوا معايا مع الطماطم والفلفل الاخضر والزيتون والجبن. عملوا معايا والله يا بنات كان طعمها ممتاز جدا. عايزه اقول لك كمان انك تقدري تعملي بيها ميني بيتزا، يعني تحطيها حتت كده صغيره. ممكن كمان تعملي بيها شاورما في العيش اللي هو العيش اللي هو السوري دوت، او العيش اللي هو العيش زي ما بيقولوا الطاسه ده. ممكن تعملي بيها يا بنات سندوتشات، يعني تقطعيها كده وتعمليها كانها ممكن تفرميها وتعمليها كفته. بتبقى سهله جدا وتبقى احلى كمان. يعني مثلا انا بس برشح يعني انك لما تيجي تعملي كفته فراخ ما تعمليهاش بالصدور، لان الصدور بتبقى اليافها اكتر. يعني اللحم بتاعها بيبقى متليف اكتر طويل اكتر، والخيوط بتاعتها بتبقى تخينه وبتتفرمش بسرعه. انما الافخاد دي لحمتها بتبقى ناعمه جدا وبتتفرم معاكي بكل سهوله. طبعا تقعدي تدوري بقى في الحته بتاعتك اللي انت خلاتيها من العظم دي على اي حته عظميه موجوده فيها او قرقوشه او كلام من ده، علشان طبعا ما تجيش تحت بق حد او ضرس حد وتقلموا كلام من ده. شايفين يا بنات العظميه طلعت نظيفه خالص اهي. انا كده هفتحها خالص وهتفتحيها مثلا هي مثلا بالسكينه، افتحها بالمقص، المهم ان انت تفرديها. انا كان في نيتي ان انا اعملها حمام كداب وكلام من ده وحشي، بس ما تلاقيت الاولاد طالبين بيتزا قلت بس ده انا عاينه في الفريزر بتاعي قطعتين من البتاع. طبعا بقول لك ان انت ممكن تدقيها وتعمليها حمام كداب وتتفرد معاكي، بتتفرد معاكي كبيره جدا. يعني القطعه دي بقى انت ممكن اصلا تخليها اتنين، يعني مش لازم اللفه الطويله العريضه دي. انت لما تفكيها وتدقيها جامد هتطلع معاكي قطعتين، يعني ممكن بعد ما تلفيها تطلع معاكي قطعتين وقطعتين كويسين جدا مش صغيرين يعني. فانت بقى بالسكينه كده وتحاولي ان انت تفتحيهم. فقلت بقى خلاص بدل ما اجيب بقى فراخ تانية او الكلام من ده هجيبهم مقطعهم. قطعتهم يا بنات صغير جدا زي مثلا كده عقلة الصابع، وحطيت بقى عليهم البصل بتاعهم والفلفل الاخضر وكلام من ده وعصقتها زي ما بتعصجي اي حاجه. وتعمليها وتسيبيها. واهم حاجه ما يكونش فيها ميه علشان البيتزا ما تشربش الميه من الفراخ. العجينه نفسها عجينه البيتزا ما تشربش من ميه الفراخ، لازم تكوني مش مسوياها ومنشفاها كويس جدا. هجيب لكم الطريقه ان شاء الله الفيديو الجاي، طريقه البيتزا وتعملي ازاي بيتزتين كبار جدا مش باين. احنا اتغدينا يا بنات وتعشينا منها وفاض كمان، يعني بسم الله ما شاء الله. يعني حتتين فراخ كانوا خلاص في الضياع وهيترموا او هيتحطوا كده وتكونوا في الفريزر وتعملوا اي حاجه وما كانوش هيتاكلوا. احنا عملنا منهم احلى بيتزتين يا بنات، وتقدري ان انت توفروا في حاجه زي كده. لو لسه ما اشتركتيش في القناه يا قمر اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي بيتي على قدي. قناة جميلة جدا يا بنات، وقناة والله فيها كل التوفير. هتوفري وهقولك ازاي تقدري تعدي يوم الغسيل بتاعك، وازاي توفري وتجيبي طلبات الشهر كلها.
بفلوس سهله بفلوس بسيطه جدا على قد الايد. مش في الايام اللي احنا فيها دي يا بنات لازم هتوفري. شايفين يا بنات انا بقولك ان انت تقدري تعملي فيها كده. انا عايزه اقولك كمان انت ممكن تعمليها كمان اللي هو الستريبس فراخ. يعني بالطريقه دي تقطعيها شرايح كده وتحطيها في التتبيله بتاعت الستريبس وتعمليها. والله يا بنات بتبقى طعمه جدا جدا جدا. ممكن تعمليها كل حاجه انت عايزة. ممكن تعمليها شيش طاووق في الاسياخ وتبقى جميله جدا. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. شايفين يا بنات القطعه كبيره مش صغيره. تغسليها بقى وتحطيها وتحطيها في كيس التلاجة كده وعلى الفريزر وتحطيها وتكوني معلماها يا بنات عارفه ان ديت القطعتين انت تعملي بيهم اي حاجه بقى هم يطلبوها. يعني بيتزا، شاورما، اي حاجه. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم ويكون الفيديو النهارده مفيد لكم بالنسبه لكم وما ترميش اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.